السلام عليكم متابعين ديالي العزاز. اليوم غادي نحكي لكم القصه ديالنا ماشي عاديه. الا كنتي سائق ولا كتسافر بزاف الليل، رد بالك مزيان. كنهضروا على طريق الوطنيه، واحد الطريق اللي كتربط خريبكا وبني ملال. طريق طويله فيها ظلام وشجار من الجناب، ولكن في 2007 بانت فيها حاجه الناس كيسميوها المرأة البيضاء. كيقولوا كتبان فجأة في وسط الطريق مع الجوج ديال الليل، لابسة قفطان بيض ديال العرس، شعرها محلول وطايح على وجهها، وكتفقف بيدها وكتبكي وكتقول بصوت مقطوع: عافاك اخويا، وصلني، راه ضعت. بزاف ديال السائقين شافوها، ولكن اللي وقف ندم. واحد السائق طاكسي من خريبكا حكى وقال: شفتها واقفة، صراحة صعبت عليا، وقفت وقلت ليها تفضلي. ركبت اللور وساكتة. سولتها فين غادا، قالت ليا غير سي نيشان. مشيت تقريبا 10 ديال الدقايق وقلت ليها وصلنا. منين درت اللور نشوف ما لقيت حتى شي حد، ولكن الكرسي ديالو اللور عامر دم، والريحة ديال الدم خلقتني. من ديك الليلة وانا ما خدمتش في الليل. وماشي غير هو، مول كاميو اخر قال شفتها من بعيد. قلت في خاطري ما نوقفش، ولكن منين فت عليها سمعت شي حد كيضرب على الزاج ديالي من اللور. طق طق طق. خوفت ودرت المرايا، ما كاين حتى شي حد. الصباح لقيت بصمات ديال يدين صغار على الزاج من داخل، وانا الباب ديالي ديما مسدود. الناس الكبار في الدوار اللي حد الطريق كيقولوا اصلا القصه في 2006 كانت عروسه نهار العرس ديالها، كانت غاديه لدار راجلها في بني ملال مع الجوج ديال الليل في نفس الطريق. دارت ليهم الطوموبيل اكسيدون، ماتت في البلاصه وهي لابسه الابيض ديالها. ومن ديك النهار وروحها ما مرتاحه، كتقلب على دارها وكتوقف اي واحد باش يوصلها، ولكن اللي كيوصلها كياخد بلاصتها كيدير اكسيدون. دابا غادي نسمعكم حاجه. هاد تسجيل صوتي لقاوه في التليفون ديال السائق، كان خدام في الليل. السائق من ديك الليله مختفي. ولا عجباتك القصه ما تنساش تشترك في القناه باش يوصلك الجديد والفيديوهات ديالي.